في يوم كان فيه كل حاجة، شمس مطر برق ورعد. قلنا نكسر الروتين في ألمانيا. رحنا يوم في ستراسبورغ في فرنسا القريبة من الحدود الألمانية. الطريق حوالي كان ساعة ونص من عندنا. أول حاجة عملناها جولة بالمركب في نهر الإيل اللي بيوصل طوله تقريبا 223 كيلو متر وبيصب في نهر الراين. الجولة دي بتخليك تشوف كل حاجة، كنايس سدود مباني قديمة وجديدة، كل ده من المية. عدينا على سد فوبوا من القرن السبعتاشر اللي كانوا بيسموه من زمان القفل العظيم. بعد كده كملنا وشوفنا كنيسة سانت بول اللي معروفة بالشبابيك الضخمة بتاعتها واللي قطرها 8 متر، والمشهورة بالبرجين التوأم اللي طالعين في السماء حوالي 76 متر. بعد ما خلصنا جولتنا نزلنا نتمشى شوية في المدينة القديمة. وطبعا ما ينفعش نكون في فرنسا وما نجربش الماكرو. طعمه تحفة، حاجة ما تقدرش تنساها. الفرنسيين مشهورين بيه كتير، وفعلا نوع من الحلويات اللي طعمها ما تقدرش تنساها. وكانت آخر محطة كاتدرائية نوتردام في ستراسبورغ، التحفة المعمارية بجد. دي ارتفاعها 142 متر، وكانت زمان أطول مبنى في العالم في القرن السبعتاشر لغاية القرن التسعتاشر. وفيها الساعة الفلكية اللي بيقال عليها إنها بتعرض مشهد الرسل الساعة 12 ونص. للأسف ملحقناش نشوف كل حاجة، بس اليوم كان جميل جدا وكان كله مغامرة ومطر وضحك كتير مع زمايلي في الشغل. ستراسبورغ هنرجع لك تاني.